تخيل نفسك صحيت الصبح نزلت تشرب فنجان قهوة، بتمد ايدك في المحفظة عشان تحاسب بس ما لقيتش فلوس، لقيت جبنة. ما تقلقش، مش امك اللي نسيها من المرة دي الفيران حكمت العالم بس. مستبعدها مش كده؟ ازاي يعني الفيران تسيطر على العالم؟ انت مش شايف فرق الحجم؟ بس ده بالظبط اللي قاله الديناصورات قبل ما تنقرض. تعالى كده اما نتخيل مع بعض شكل العالم وقتها يكون عامل ازاي. مبدئيا كده مفيش تعامل بالفلوس الورق، التعامل بعد كده هيكون بشرائح الجبنة. طب والحتة ام 200 هتبقى حتة برمجان، واللي عنده دهب مش زي اللي عنده جبنة يا عم، فالحق خزن من دلوقتي. أما بالنسبة للصيف والبحر والشط والرمل امحيهم من ذاكرتك، عشان المصايف بعد كده هتكون على ضفاف البلاعات وشبكات الصرف الصحي، فشمسيتك بقى ونضارتك وعلى أقرب بلاعة. طب ايه ده، ثانية واحدة، طب والقوى الناعمة؟ لا ما تقلقش، عملوا حسابها. ما تتخضش بس اما تفتح التلفزيون تلاقي ميكي ماوس بيقدم برنامج الحكاية. لا على اللي بالقشطة. هذا ما لم نسمع به من قبل. كل البرامج اللي متابعها ودعها، حتى الافلام والمسلسلات اللي اتربيت عليها هتسيطر عليها الفيران. اما بقى بالنسبه للقطط فهتتحبس في معتقلات شديده الحراسه فوق الارض عادي، عشان تحت الارض ده بتاع الفيران بس. ده غير العقوبات المشدده على اللي بيربوا قطط كحيوانات اليفه ممكن توصل للاعدام. طبعا الكلام ده مش للمربين الكلاب. اما بالنسبه للسياحه والتاريخ واللازم منه، الاهرامات هتبقى مخازن جبنه. طب والكولوسيوم حلبة مصارعة للقطط. تاج محل لا ده هنسيبه عادي عشان بتاع هنود ودول بيعبدوا بار وبار بيطلع جبنة في المصلحة. انسى بقى الآثار والتماثيل عشان المتاحف مش هيكون فيها غير مصاد للفئران بكل أشكالها، وكتب التاريخ هتذكر ازاي الفئران واجهت البشر في المعارك بقوة وشجاعة لحد ما حكمت العالم. وأخيرا بقى، فاكر كنا بنعمل ايه في فئران التجارب؟ أنا مش هحكيلك، بس هسيبك انت تتخيل.